بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. حبايبي اخواتي، اهلا بيكم يا جماعه. ام زياد معاكم. شجعوني يا جماعه وعملوا لي لايكات كده وادعموني يا جماعه. انا اختكم ام زياد في الله ان شاء الله. النهارده جايبه لكم حاجه حلوه الناس كلها بتجري فيها على المحلات، بس انا هعملها من البيت. تمام. مشروب، برضو مشروب ده اسمه عناب. العناب ده اللي الناس بتشتريه من المحلات، اللي هو عامل زي السكر مفتت ده. تمام. انا بس بعمله بقى في البيت. بعمله ايه في البيت يا جماعه؟ بجيب كركديه اهو، معايا كركديه. تمام. بضربه في الخلاط. الكركديه ده بضربه في الخلاط، بخليه زي البودره. ارش عليه بعد ما اضربه في الخلاط. ارش عليه شويه سكر. تمام. برش عليه شويه سكر. ماشي. واعلفه كده بالسكر، يبقى ايه؟ بيبقى كده زي ده بالظبط كده اهو. تمام. ده عباره عن كركديه مطحون في الخلاط يا جماعه، وبرش عليه سكر. تمام. انا ده مخزناه وشايلاه شهر رمضان. لو تعلموا ان الريحه بتاعته لما بيتخزن كمان بيبقى ريحته جميله 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 والله. تمام. يبقى ده العناب بتاع المحلات اللي الناس بتروح تجيبه الوان صناعيه والوان ما تعرفش مصدرها ايه. لا، انا بعمله من البيت. انا بجيب كركديه واطحنه في الخلاط واعلفه بالسكر، كده لغايه ما يبقى كده اهو، واحط عليه ذره ملح ليمون. تمام. انا طبعا مخزناه من السنه اللي فاتت الكلام ده وشايلاه في الفريزر. تمام. واحط معاه ذره ملح ليمون عشان تحفظه لي. تمام. شفتوا اهو من كتر السكر اللي فيه، شايفينه بيلمع ازاي؟ لامع جميل خالص خالص خالص. بعمله ازاي ده؟ عادي خالص يا جماعه. بحط شويه سكر معايا هنا. تمام. ادي السكر بتاعي. تمام. هقلب السكر بتاعي كويس. ماشي. ابتدي اقلبه كويس 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 خالص كده اهو. تمام. ده العناب بتاع المحلات يا جماعه. ده العناب بتاع المحلات اللي الاطفال على طول يجروا عليه ويشتروه ويجيبوه. لا، احنا بنعمله في البيت، بنعمل حاجه صحيه ومفيده للاطفال وللكبار برضو. تمام. ادي معايا هنا اهو. هو اصلا تقيل مركز، خلوا بالكم يا جماعه، عشان الكركديه. تمام. ادي هو بحطه كده في ميه ساقعه. طبعا حليت الميه، عملت ميه بسكر وحليته في ميه ساقعه. تمام. بنزل عليه. طبعا عشان عامله شفشق كبير بحط بتاع 4 5 معالق كده منه. تمام. والله طعمه جميل 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 خالص والله يا جماعه. طعمه حلو خالص خالص وريحته جميل عشان متخزن كمان. ريحته جميله جميله، مش قادره اقول لكم والله. معايا. يبقى انا عملت ايه كده النهارده؟ عملت مشروب اسمه العناب. تمام. العناب ده عباره عن ايه يا جماعه؟ انا جبت كركديه وطحنته، ضربته في الخلاط في الكبه بتاعت الخلاط، وحطيت عليه سكر لغايه ما بقى بالمنظر ده. حطيت عليه سكر وعلفته بالسكر، لفيته كويس بالسكر، وحطيت عليه شويه ملح ليمون وخزنته. تمام. خزنته قعد معايا سنه والله في الفريزر من السنه اللي فاتت معايا. اديني بطلع منه وقت رمضان بالطلب. شفت لونه جميل ازاي؟ وطعمه كمان اجمل واجمل واجمل، وحاجه صحيه ما فيهاش اي مواد حافظه ولا اي الوان صناعيه. تمام. بس كده هو ده المشروب بتاعي. مجرد ان انا طحنت شويه كركديه وحطيت عليها شويه سكر، وحطيت عليها ذره ما بين صوابعك حاجه بسيطه ملح ليمون عشان تحفظه لي تحافظ عليه. تمام. ادي العناب بتاعي اهو يا جماعه. تمام. وادينا هصب اهو. نشوفه ان شاء الله باذن الله. نشوف شكله. بسم الله. معلش شفشق مليان على الاخر اصلا اهو. تمام. اهو. اهو العناب بتاعي يا جماعه. لونه طبيعي وجميل وزي الفل وحاجه في منتهى الجمال. تمام. ادي العناب يا جماعه بتاع المحلات على اصوله، عشان ما حدش يجري على المحلات يجيب الحاجات اللي فيها مواد حافظه. حاجات صحيه ومفيده ومغذيه من البيت. وبتمنى ان انتوا تدعموني وتشجعوني يا حبايبي. لايكات كده وحاجات قلوب كده وحاجات جميله منكم ان شاء الله باذن الله. ربنا يجعله رمضان سعيد عليكم ان شاء الله. ربنا يتقبل منا ومنكم سائر الاعمال. القاكم فيديو جديد ان شاء الله. معاكم ام زياد.